الوداد مع حسيت اكادير. الوداد دابا غادا في الصحوه ديالها. انتصار رابع للتوالي. ارتور ضيع، الرايحي ضيع، وحركه الشجري شحال مع البدايه بداو يضيعوا. كان ضغط قوي، رغبه كبيره ديال اللاعبين ديال الوداد مع بدايه المقابله، خصوصا ان السي سعيد يعني المباراه كتجي من بعد ما الفريق اصلا عارف النتائج ديال الفرق الاخرى. الجيش منتصر. هذيك راه واحد السيد كتب لي واتساب قال لي واش دائما الجيش محكوم عليها تلعب قبل الوداد. انت باغي تشكو في هذا الشيء هذا؟ ما عرفتش. حيت دابا على انا نقول لك وانا نقول لك السميه ديالو، لا ما درتش السميه ديالو، ولكن واش حنا الجيش الملكي محكوم اللعب دائما قبل الوداد؟ نشوف لك الجيش مع طنجه. انا نشوف الدوره الجايه الجيش لاعبين السبت والوداد لاعبين الحد. الوداد لاعبين في لاعبين في نهار الحد مع المحمديه مع الستة، والجيش لاعبين مع الفتح في الستة نهار السبت. ولكن ما تنظنش غتبقى بان بدايه الموسم. لا شوف، لا انا ملي قلت لي بان تكونوا عارفين النتيجه، لا غير نهضرت على البارح يعني لعب الوداد والفريق ديال الوداد والجمهور عارفين دابا انت كما شايف هو الاخر شايف كل واحد كيفاش بحال هادشي راه ديما عقلتي على اللي فات. واش حنا الرجاء يبقاو يلعبوا دائما مور الوداد هادشي تحسب هادشي عادي، وان كان ما تهنتش بهادشي هذا نهائيا. حيت بعد الدوبات شي الفرقه من تلعب راسها بان راه خصها تربح، اصعب عليها. هادشي اللي كاين. اصعب شيء هو انك كتعرف بان خصك تدخل تربح. دابا في الاطار ديال المقابله ديال الامس امام الحسنيه، الوداديين كانوا خصهم يربحوا باش انهم ضروري باش انهم يبقاو يقربوا من المركز الثاني. ولكن راه قبل قلت لك الجيش ربحات، الرجاء ربحات، دونك ها واحد العامل اخر تزاد. يعني هو شوف عامل اللي خلاش في هذاك الحماس ربما عامل راه تيكون فيه الحماس، يكون فيه حتى بزاف ديال الحوايج يعني راه يمكن ياثر. ولكن بالنسبه للوداد اكادير البارح تقريبا ما كانش مدرب عبد الهادي، ما كاينش، ما عرفتش شنو علاش ما كان شيء. المهم اكادير تيمكن عندهم واحد المهاجم سميتو افريقي كاتوندي. لا ما كاينش فريق من لاعب من فئه الامل افضل من ذاك اللاعب. وهادشي علاش انا تكلمنا لا ما كاين مستوى مسكين في وسط الاسبوع وقلنا ما جدوى التعاقد مع واحد العدد ديال اللاعبين الاجانب، ما جدوى التعاقد مع هؤلاء اللاعبين. راه ماشي بالضروره الى الجامعه عطاتك الحق باش تعاقد مع خمسه تجيب خمسه، الا ما كانش مزيان وحسن من اللعابه اللي عندك طلع غير لعاب من فئه الامل وعندك الربح. نعم مسكين ما عرف شيء، ما كاينش لاعب على قد الحال. لا واكادير ما جا شي فرصه اكادير في الشوط الثاني وهذيك الفرصه اللي ضربت فيها العارضه ديالو ديال هذا اللاعب، كاين واحد الفرصه ايوا كاين ما عرفش جا كره سهله. ايوا اش نقول لك انا باش نقول لعب لا ما عرف ما يدير بها كاع، لا ما عرف ما يدير بها كاع، لا محدود مسكين. لا كاين المباراه كلها ديال الوداد صحيح. غير اللي يتحسب الا كان هادشي يتحسب للمدرب، راه المدرب الا كان طبيعه اللعب ديال اللعابه ديال الوداد، راه الطبيعه ديال اللعب ديالهم انه على الاقل الهجومات ديال الوداد ما غاديش ببطء، تيلعبوا بسرعه. التمرير ديال الكره تيتم عمليه بسرعه. صحيح على الكره سريعه. الكره سريعه، ما عندهمش الكره ديال ما عندهمش ما تيلعبوش واقفين، ماشي كل لاعب اللي تيشد الكره ويعطيها. الكونتر ديال الجيش انا طحت لك الفلان، الجيش تعطي الكره للناجي هو واقف، تعطيها الحريمات هو واقف. واش فهمتيني؟ شكون اللي تيبوجي؟ هو زحزح، الاخرين كلهم تيلعبوا واقفين. لا هذاك الرايحي ما تيلعبش هو واقف نهائيا، ديما تيبوجي. فهمتي؟ تيجي الكره بالكره شي فهمتيني. كاين نفس هذا بوهره حتى هو، يعني اللعاب لما يكون عندك يتحرك راه هذاك هو اللي مهم. اما اللعاب اللي تكون عندك واقف تعطيها لي وانا واقف ونعطيها لهذاك اللي واقف، تحس بان المباراه تكون ممله. ما كاينش اللي تكون فيه الحركه هو اللي تيكون مهم، ولكن ماشي حركه باش غير تحرك وتضيع الكره. ما يديرش بحال داكشي ديال الداير الايسر ديال الجيش الملكي تتحرك اكثر من القياس. المهاجمين واللاعبين ملي كيتحركوا كيعطيو حلول للاعب اللي عنده الكره. اما الا بقى واقف في بلاصتو كتبقى الحلول محدوده. لا تيتحركوا لاعبين. بالنسبه لسي سعيد الوداد الملاحظه انه كاين واحد التطور
يعني بزاف لا بزاف لا ما كانش لا مزيان خصوصا بعد داك كما كنقولوا الالارم اللي دقوا فريق المغرب فاسي اما في الوداد. يعني شفنا فريق اخر مع 3 او 4 ديال المباريات الاخيره، الفريق شفنا بانه كيديفلوبي واحد الكره زوينه وكيسجل اهداف. صحيح اليوم سجل من ضربه راسيه ديال اللاعب حركاس، ولكن في مجمل اطوار المقابله الفريق كيلعب كره القدم. لا ولكن سي سعيد تيهجموا من الوسط. دابا سي سعيد حنا الوداد بغينا نشوفوها بهذا المستوى، ماشي فقط في هاد 2 ديال المباريات الجايه امام شباب محمديه وحتى امام نادي مكناسي، رغم ان المباراتين بجوج وخصوصا ديال نادي مكناسي غتكون مباراه قويه، لانه نادي مكناسي اللي دار مباراه كبيره امام الجيش وانتصر على الماس. لا ما خايبينش اللعابه ما خايبينش، غيبغي يدير نتيجه ايجابيه. اذا سي سعيد حنا الوداد خصو ياكدوا هاد المستويات وهاد 4 انتصارات على التوالي في هاد السلسله ديال المباريات اللي جايه، ابتداء المباراه ديال نادي مكناسي كلها مباريات قويه، بركان، اتحاد طنجه، الفتح الرباطي، الرجاء، السوالم والجيش الملكي. يعني غيدوزوا لواحد المستوى اخر في المنافسه. سير الجيش في الرباط ولا في الدار البيضاء؟ في كازا، حيت لعبوا في قنيطره. قنيطره ما كاينش الرباط. يعني اكيد خصو يكون سي سعيد، حيت ما نساوش بانه كيف ما بغى يكون الحال فالوداد في هاد 4 ديال المباريات الاخيره على الورق المفروض انه خصو يربح هاد المباريات. ايوا خصي الا سمحوا له الفرق الاخرين. نعم. على كل حال المهم الفريق يعني بدا تيرجع للوضع الطبيعي ديالو. علاش نقول انا هذا الشيء ديال التوقفات اللي عندنا في المباريات اللي تخلق شي واحد النوع من تخلي لك انك ما شنو واحد جيل المباريات واحد البارح وشفنا المباراه ديال الاتليتيكو والريال مع الاتليتيكو.